كابلات شبكات المعلومات المسؤولة عن توصيل المستخدمين والأجهزة متقسمة لفئات، والكابلات جزء مهم جدا عشان هو اللي بيتحكم في سرعة وجودة وموثوقية البنية التحتية للشبكات في كل الشركات. مع التطوير السريع في التكنولوجيا بقت الحاجة لوجود كابلات معلومات بسرعة عالية وتقليل الفقد في الإشارة والتداخل أصبحت حاجة مهمة أكتر من أي وقت فات. كل كات أو فئة ليها مميزات مهمة بتأثر على السرعة والباندويث أو النطاق ومستويات التداخل الانترفيرنس. فهم الخصائص دي ممكن يأثر بشكل مباشر على أداء الشبكة والكفاءة التشغيلية بشكل عام. تخيل ان انت بتحاول تشرب الميلك تشيك بشاليمو رفيع، دلوقتي تخيل انك بتحاول تشرب الميلك تشيك بشاليمو اكبر شوية. التشبيه ده بيلخص الفرق بين الكات 6 والكات 6A والكات 7. الارقام الاعلى في الفئات بتمثل الشاليمو الاكبر بقدرات وكفاءات اكبر، عشان الكابلات دي بتسمح لتكنولوجيا المعلومات بنقل المعلومات من مكان لتاني بشكل اسرع واكثر موثوقيه. كابلات الكات 6 بتقدر تدعم سرعات لحد 1 جيجا لمسافه 100 متر وبنطاق ترددي باندويث 250 ميجا هرتز، وتم تطويرها عشان تبقى تحديث لكابلات الكات 5 والكات 5E عشان توفر اداء افضل ضد التداخل والضوضاء. اما كابلات الكات 6A فبتقدر تدعم سرعات لحد 10 جيجا في الثانيه لمسافه 100 متر والباندويث بتاعها 500 ميجا هرتز. ده بيخلي كابلات الكات 6A اختيار قوي للبيئات اللي بتتطلب سرعات اقوى لمسافات اطول من غير فقد كبير في جوده الاشاره. اما الكات 7 فبيروح لابعد من الكات 6A، هو النطاق الترددي بتاعه او الباندويث بتوصل ل 600 ميجا هرتز وسرعته 10 جيجا في الثانيه وبتوصل ل 100 متر. والمميز كمان في الكات 7 ان هو محمي بشكل كبير، فده بيقلل التداخل وبيعزز موثوقيه الاتصال. فايده اختيار الفئه الاعلى واضحه بان هي بتزود السرعه وبتزود موثوقيه النظام، ولكن اختيار الفئه في الاخر بيعتمد على الابلكيشن او التطبيقات اللي بتستخدمها كل شركه والتانيه. فمثلا لو في شركه عندها فيديو كونفرنسنج كبير فبيفضل ان احنا نستخدم لها الكات 6A او الكات 7. ولو الشركه بلان ان هي تتطور بشكل كبير وان هي تستخدم احدث التقنيات بشكل مستمر برضه بيبقى مترشح لها ان هي تستخدم الكات 6A عشان الفيوتشر اكسبانشن. وكمان الكات 6A والكات 7 بتبقى فيها مرونه اكتر في التعامل مع تغيرات العوامل البيئيه، وبالتالي بتبقى مستقره في ظل ظروف متنوعه. بس في الاخر ده ما يمنعش ان التكلفه بتبقى اكبر لو احنا اخترنا فيها اعلى، فبالتالي الكات 6 ما زال اختيار كويس جدا في بعض الاحوال. بالاضافه لكده ان الكات 7 مثلا بيبقى صلب وبيبقى صعب التعامل معاه، فده بيؤدي لتحديات وقت التركيب وتعامل اصعب مع الكابل. مهم اكلمكم على جوده التصنيع، فاحنا محتاجين نختار ماركه يعتمد عليها، وهنا برشح كوموسكوب بقوه، ودي اكبر شركه بتصنع الكابلات في العالم، والشركه دي معروفه بجودتها العاليه، فبالتالي الاستثمار والعائد على الاستثمار بيبقى افضل حاجه مع الشركات الكبيره، لان لا قدر الله المشاكل في الكابلات بتؤدي لتوقف العمل، وده بيبقى موضوع صعب. عشان كده مهم جدا ان احنا نختار الماركه اللي هنشتغل معاها بعنايه. في الاخير باكد ان كل كاتيجوري ليها استخدام معين بيعتمد على التطبيقات ورؤيه الشركه المستقبليه، وبالتالي اختيار الكات 6 او كات 6A او كات 7 بيحتاج ان انت تفاضل ما بين مميزات كل كابل وكمان التكلفه. ده ما يمنعش ان بشكل عام ريكومندد ان احنا نشتغل بالكات 6A عشان الطلب على السرعات العاليه والباندويث كل يوم بيزيد. وباكد ان العنايه باختيار الماركه اللي هتشتغل معاها مهمه جدا. بفكرك تعمل لايك تدعيما للمحتوى، وكمان تشارك المحتوى ده مع التيم بتاعك. ولو محتاج معلومات اكتر ممكن تخش على الموقع بتاع كوموسكوب او تتواصل معايا من خلال بيانات التواصل اللي هسيبها اسفل الفيديو في الوصف. وبرحب بالتعليقات المهمه جدا بالنسبه لي. الفيديو اللي جاي هيبقى مهم جدا، فما تنساش تعمل سبسكرايب.